3 حاجات كان نفسي حد يقولهم لي قبل ما ادخل الجامعه. طبيعي في الجامعه هنعمل شله صحاب كبيره جدا، وهنلاقي واحده او 2 او 3 قرروا فجاه ان هم ما يكونوش معانا. ده بقى مش محتاج مننا ان احنا نكتئب ونزهق ونحس ان في مشكله فينا احنا شخصيا، لان استنتجت في الاخر ان كل انسان فينا حقيقي محتاج يختار الزون اللي يكون مرتاح فيها، سواء كان في اشخاص او في اماكن. وطالما احنا في الاول وفي الاخر عارفين ان احنا مش بنأذي حد وان احنا مش بنضر حد نفسيا، فعايزاكم تمشوا بمبدا اللي باعنا خسر دلعنا. تاني حاجه كنت اتمنى ان انا فعلا تتقلي وتتقلي كتير وتتقلي لحد دلوقتي، ان حالتنا النفسيه يا جماعه هي رقم 1 قبل اي شيء، قبل بقى المذاكره والامتحانات والدرجات اللي احنا بننقصها، وقبل اي حاجه. انا طلعت من الجامعه سنه بحالها بتعالج بس من التوتر والقلق اللي حصل لي في الجامعه، ده غير بقى القولون العصبي وصداع النصفي. فدوروا دايما على طرق تخلوا بيها حالتكم النفسيه افضل. المهم ان احنا نكون كويسين، لان حياتنا النفسيه هي اللي هتخلينا نكمل. تالت حاجه بقى، ودي اهم حاجه يا جماعه وعايزاكم كلكم تعرفوها، ان اول سنه في الجامعه هي اصعب سنه حرفيا، وخصوصا اول ترم، يعني عشان نكونوا صرحاء مع بعض. وده بسبب ان احنا بنكون داخلين على مجتمع جديد بطريقه مذاكره جديده بحياه فعلا مختلفه. عادي جدا، ما تتوتروش وما تقلقوش، ما تحسوش زي ما انا كنت حاسه في البدايه ان انا هشيل وهسقط واكيد انا مش هعدي في الكليه دي، والكليه دي اصعب كليه في الدنيا. وصدقوني هتلاقوا في الاخر ان اول ترم ده واول سنه هي اكتر سنه انتوا عرفتوا تجيبوا فيها درجات وطلعتوا منها مبسوطين. قولي في الكومنتات ايه هي اكتر حاجات كان نفسكم تتقال لكم قبل ما تدخلوا الجامعه.